جبت لكم اليوم كسرة صيفية على أصولها، ما تحتاج لا خميرة مطلوع لا سكر، وتجيكم بنة بنة. نحتاجو فيها 3 كيلات نتاع دقيق يكون عادي مرقيق من متوسط، مع ملح حسب الحاجة، وكيلة غير ربع زيت، راهي كيلة مضبوطة. جربوها وتجيكم كسرة مبسة طرية. الله الله. نلم الكسرة تاعي بكيلة وربع نتاع ما. الماء تاعي نضيفه بشويه بشويه باه ما تتفتغش الكسرة تاعي. نبلها ونحطها على جنب، نغطيها ونخليها. بعد ساعة نص ساعة نلقاها عجنت روحها براحة. بعد ما نرجع لها وبعد ما استراحت نقسمها على عدد القرص اللي حابة نديرهم. نلمها بهذا الطريقة ونخليها ثاني تستراح واحد ال5 دقايق ولا ميمبا، باه من بعد كي نحلها تعطيني الطوع. نحل الكسرة تاعي عادي جدا، وفي نفس الوقت نكون حطيت الطاجين يسخن على نار تكون متوسطة، ما هي قوية بزاف ما هي ناقصة، باه ما تجيكمش قاندة. بعد ما سخن الطاجين تاعي مليح مليح نلوح الكسرة تاعي ونثقبها عادي جدا، وسر التحمار واللي هو التحريك المستمر. كل ما نلوحها نقعد نحركها بشوية بشوية حتى تحمر. وكي نلقى كوتي ما طابش نرد عليه بالثقالة، وقولوا لي هذيك الأداة وش تقولوا عليها. شوفوا لي الله يبارك فيها طابة تحميمرة الله الله، بلا سكر بلا خميرة، وجات طرية هايلة هايلة. جربوها وخليوا لي رايكم في التعليقات، أسهل من هكذا كسرة ما كانش.